اهلا بيكم في الفيديو ده مختلف فعلا. عارفين ليه؟ لان في اكلات كتير حوالينا بنفكر انها دايت وامنه وبناكلها من غير ما نفكر، بس الحقيقه انها مليانه سعرات مخفيه. يعني ممكن واحد يقعد يقول انا ما اكلتش حاجه تضرني، وفي الاخر يلاقي الميزان بيطلع لفوق. الموضوع مش ان الاكل ممنوع، لا، بس محتاج وعي اكتر. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الاكلات دي بالتفصيل، ليه بتخدعنا، ازاي نكتشف سعراتها، ايه البدائل اللي ممكن نعملها عشان نوفر نص السعرات من غير ما نحرم نفسنا. انا عايزاكم تفتكروا حاجة واحدة بس، مش كل حاجة شكلها صحي تبقى صحية فعلا. واكتبولي في التعليقات دلوقتي ايه اكتر اكلة او مشروب انتم مقتنعين انهم دايت، وانا متأكدة ان هفاجئكم بالحقيقة. نبدأ أول حاجة بالسلطة. كل الناس متفقة إنها أكلة الدايت الأول، بس لو ضفنا صوص جاهز أو معلقة مايونيز صغيرة السعرات بتضرب في 3 أو 4. في ناس كتير بتقولك أنا باكل سلطة سيزر يوميا عشان أخفف من وزني، بس تعرفوا إن طبق سيزر كامل بيوصل ل 700 سعر؟ تخيلوا طبق سلطة قد وجبة برجر كاملة. ندخل بقى على الزبادي بالفواكه. كتير من الناس بتشتريه وهي متخيلة انه خفيف وصحي، بس الحقيقة انه مليان سكر مضاف، يعني بدل ما يفيد الجسم بيزود الوزن من غير ما تحسه. طيب بقى، والمكسرات واحدة من اكبر الخدع. ناس كتير بتفتح كيس اللوز او الكاجو وتفضل تاكل وتقول انا باكل اكل صحي، لكن في الحقيقة ال 100 جرام من الكاجو اكتر من 500 سعر، يعني حفنة صغيرة بتكفي. لكن لو سيبنا نفسنا الموضوع بيبوظ. نيجي بقى للقسم التاني اللي هو المخبوزات. الخبز الاسمر هنا بقى مصيبة. الناس تقولك انا استبدلت العيش الابيض بالاسمر، دي خطوة هايلة طبعا، بس هل ينفع اكل رغيفين او 3 واقول انا كده بعمل دايت؟ لا طبعا. السعرات تقريبا قريبة من الابيض، الفرق بس في الفايدة الغذائية مش السعرات. الكرواسون اللايت او الدوناتس المخبوزة اكبر خدعة. صحيح انها مش مقلية، بس فيها سكر ودقيق ودهون، يعني الكرواسون الصغير ممكن يعدي 300 سعر. التوست البني بزبدة الفول السوداني، الكل بيقول وجبة مثالية، هي فعلا صحية، لكن لو زودنا معالق من زبدة الفول السوداني السعرات بتوصل 400 او 500 بسهولة. المنتجات اللايت في السوبر ماركت ممكن تبقى لايت لكن يكون فيها سكر ودهون زي ما هي، او العكس. النتيجة هتاخدوا سعرات عالية من غير ما تحسوا. دايما قبل ما تفرحوا بكلمة لايت اقبلوا المنتج واقروا القيمة الغذائية اللي عليه، ساعات الفرق بيبقى 20 سعر بس بينه وبين العادي. نيجي بقى لقسم الحلويات الصحية. الجرانولا بار بيتسوق ليها على انه هيلثي سناك، لكن في الحقيقة في سكر او عسل كتير، يعني بار واحد يوصل ل 300 سعر، يعني قد قطعة كادو صغيرة. نيجي بقى للبسكويت الدايت. بصراحة انه خدعة، الناس بتفتكر انه ينفع يتاكل ناكل منه براحتنا، لكن الفرق احيانا بيبقى 30 سعر اقل من البسكويت العادي. طب والايس كريم اللايت ممكن يبقى اقل في السكر شوية، لكن الدهون بتبقى زي ما هي، النتيجة السعرات برضو بتكون عالية. وطبعا الشوكولاتة الداكنة او الغامقة مفيدة للقلب والمخ، لكن لازم بكميات صغيرة، لان ال 100 جرام من الشوكولاتة الدارك اكتر من 500 سعر، يعني قطعة صغيرة كفاية. نيجي بقى للاكل الجاهز. دايما يبقى فيه مفاجآت. سندوتش التونة مثلا كل الناس بتقول ده اخف من البرجر، بس لما بيتعمل بالمايونيز بيوصل ل 600 سعر. طب الشاورما، ناس كتير تقولك هاخد شاورما بالعيش الاسمر، بس مع الصوص والبطاطس والمشروب تلاقي نفسك وصلت ل 900 سعر من غير ما تحس. طيب بقى البرجر النباتي ده بقى اكبر خدعة، لان بعض الانواع بتبقى معمولة من نشا وزيوت مهدرجة، والنتيجة نفس سعرات البرجر العادي واكتر. الاكل الجاهز مش ممنوع، بس لازم تاخدوا بالكم من الاضافات، الصوص والجبنة والبطاطس والمشروبات. نيجي بقى للمشروبات. المشروبات من اقدر الحاجات اللي بتخدعنا. كوباية كابتشينو بالكريمة والسيرب ممكن توصل ل 300 سعر. طب والعصاير الطبيعية خصوصا بالسكر سعراتها رهيبة جدا، حتى من غير سكر كوب عصير مانجا بيوصل ل 150 سعر. السموزي لو فيه فاكهة كتير وعسل ولبن كامل الدسم بيبقى وجبة كاملة. خليني اديكم مثال ليوم كامل. لو واحدة فطرت مثلا زبادي بالفواكه مع جرانولا بار، واتغدت شاورما بالعيش الاسمر، وشربت سموزي مانجا،
بالليل اكلت مكسرات عشان حاجه صحيه. هي متخيله ان يوم دايت، لكن السعرات عدت 2500 سعر. لكن لو غيرت حاجات بسيطة، يعني كلت زبادي سادة زي ثمرة فاكهة، والغدا فراخ مشوية وسلطة ومشروب شاي أخضر أو قهوة من غير إضافات، ممكن اليوم كله يبقى 1500 سعر بس. الخلاصة، الأكل الصحي مش دايما يعني سعرات قليلة. المفتاح الحقيقي هو الوعي، نعرف ايه اللي بناكله وازاي نوازن الكمية. قولولي بقى ايه اكتر اكل او مشروب صدمتكم النهاردة، ولو حابين اعمل فيديو عن اكلات شكلها تقيل لكنها في الحقيقة خفيفة وصحية قولولي في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.